للمره المليون تيجي قدام صن داونز، هو نفس الفريق وتقريبا هي نفس اللعيبه، ما اتغيرتش وبرده ما بتتعلمش من اخطائك. المفروض كمدرب تمسك شريط فيديو لعب قبل كده مع الاهلي وشريط فيديو من المجموعات اللي بتتلعب، تشوف بعينك الفرقه دي بتفكر ازاي، اللعيبه دي بتفكر ازاي. انت كمدير فني فين عقلك في تغييراتك المتاخره على طول دي؟ منزل كهربا يعمل ايه بعد ما الماتش بقى 4-2؟ ما كان 2-1 هوب بقى 3-1 هوب بقى 3-2. يبقى نزل الراجل بقى في الدقيقه 60 70، مش تنزلوا لي في الدقيقه 80 يحبط ينزل يجي في منزله احنا 4-2. هيعمل ايه؟ وبعدين انت عارف ان الفرقه دي بتضغط من العمق، وعارف ان هم في لحظه بيكون قدام الجون. ليه ما امنش خط الوسط اللي هو اصلا اساس اللي احنا فيه النهارده؟ الكره بتتنقل في نص الملعب، ما لعبوش على الجناحات نهائي، ولا جناح عندهم اشتغل. الجناح بيضم على نص الملعب وبيجي على نص الملعب. نزل السوليه ليه؟ يعني انت نزلت السوليه في اخر الماتش طالما هو جاهز؟ كنت لم بيه الملعب هو وديانج وحمدي فتحي، وكان الله بالسر عليه مقفلتها عليهم. وايه الدفاع اللي عندنا ده؟ احنا ما عندناش فرقه. يعني عارف دلوقتي الاول كان الواحد بيقول بكل فخر انا الاهلي، انا ملك ال90. عمري ما اتفرجت على ماتش للاهلي وكنت قلقان، بس في الدكه اللي عندنا دي واللعيبه اللي عندنا دي تملي ببقى بتفرج وانا قلقان. وقبل ما تلعبوا الماتش باسبوع وانا عارف ان سان داونز هيعمل علينا سكور. اداره الاهلي احنا قلنا مش هنتدخل في شغلكم، بس اعتقد اللعيبه اللي المفروض تجيبوها، احنا محتاجين راس حربه، ما عندناش راس حربه. محتاجين خط وسط محترم، محتاجين مدافع محترم. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه مش لاقي كلام اقوله بصراحه. في لعيبه كتير بتلعب في النادي الاهلي ما تستحقش تلبس تيشيرت النادي الاهلي، وانتوا كاداره النهارده اللي حصل مع النادي الاهلي ما يستحقش الاهلي منكم كده خالص. مش ده اللي كنا بنقوله من كام يوم عليكم، ان انتوا بتحبوا الاهلي اكتر مننا وبتخافوا عليه اكتر مننا؟ لا انتوا كده مش خايفين على الاهلي، انتوا مش عايزين تصرفوا فلوس، مش عايزين تصرفوا فلوس تجيبوا بيها لعيبه. فين اللعيبه؟ فين اللعيبه اللي انتوا قاعدين بيهم؟ احنا عندنا 80% متصابين، عندنا لعيبه ما تستحقش تلبس التيشيرت ده. مشي يعني انت محمد محمود اللي هو انت محتاجه في الفتره دي رحت قعرته للاتحاد. طب ليه؟ انا محتاجه، مشيته ليه؟ عندنا لعيبه والله ما تستحق حتى تعدي من قدام باب النادي الاهلي. وعيب، عيب ان احنا تاني مره نشيل خمسه. صمم ليه على الشناوي؟ ما هو الراجل عنده اجهاد وتعبان وبيلعب كل الماتشات، اريحه بقى شويه. العب علي لطفي اللي خلل هو ومصطفى شوبير على الدكه، خللوا الاثنين حرفيا خللوا. ما عندكش بديل لعلي معلول. علي معلول النهارده عضلاته فديت خلاص، ما عندوش جري، ما عندوش طاقه للجري تاني ولا يعمل اي حاجه تاني. خلاص الراجل جاب اخره. ما عندناش بديل لعلي معلول اللي احنا استهلكنا واستنفذنا كل طاقته. الراجل لعب بالفلوس اللي انتم مدينها له وقدها 5 سنين جايين. ديانج نفس الموضوع، اللعيبه اتضغطت. ماتش ريال مدريد شال اربعات، وبرده كانت ريال مدريد بتضغط من العمق شال اربعه. فلامينجو نفس الكلام. سان داونز النهارده بسم الله ما شاء الله رقتنا شويه وشلت خمسه. فمش عارف انت بتفكر ازاي وليه بتتاخر في التغييرات. ده موسيماني ما خلاش شكلنا كده معاهم يا راجل، كان لنا شكل عن كده خالص. انا مش طالع انتقد حد، بس طالع اقول لكم الحقوا الاهلي. على ما اعتقد انا اهلاوي جدا صميم، لو اي فرقه مصريه بتلعب قدام سان داونز وخسرت منها خمسه هتيجي الماتش اللي بعديه هيبقى حريص جدا ان ما يجيش جون. النهارده الشناوي اتشاطت عليه كوره مفاجاه، مفيش تركيز، بيبص للكوره كده. ايه يا عم في ايه؟ حتى ما هنش عليك ترفع ايدك. الجون اللي جه بتاع الوداد اللي اتشاط على غفله برده رفعت ايدك، كنت مركز. اي نعم خسرنا الماتش برده وكان في نهائي، بس كنت مركز. النهارده مالك؟ بس هو ملوش ذنب، المدرب اللي جاهد فيه وعمال يتعب فيه وعمال يحرق في اللعيبه اللي هي اصلا هي الدكه اللي مشغلاك. طب الباقي يا جدعان البدايل. طب ليه مروان ما يلعبش النهارده؟ ليه كهربا ما يلعبش من الاول؟ ليه طاهر موجود في الملعب؟ ليه السوليه ما يلعبش من الاول؟ ليه وليه وليه وليه؟ الاسئله دي كلها عند اداره الاهلي. هم طبعا مش هيطلعوا يعملوا فيديوهات ويرد علينا ويجاوبونا، وما تقعدش بقى تتحجج وتقول 3 العصر و2 الظهر و5 المغرب والكلام والاجهاد فيش الكلام ده. هي اللعيبه دي مش بتلعب زيك مجهده وبتلعب برده كل كام يوم ماتش وبيلعب في الدوري عنده برده عادي والدنيا تمام؟ انت احسن منهم في ايه؟ فلوس انت بتاخد قدهم مرتين. النادي بتاعك عندك 2 لعيبه بس كده عقد مثلا قفش على احمد عبد القادر بثمن الفرقه كلها بالجهاز الفني عندهم. اتخن واحد عندهم بياخد 5 مليون 3 مليون. فانتوا ما عندكوش حجه. فاحنا هنسيب الكلام بقى لبتوع الاداره يتصرفوا. وطبعا انتوا مش هتردوا علينا في فيديو ولا هتطلعوا تردوا علينا في فيديو، الرد يبقى في الملاعب بقى. اظن المفروض ان احنا جايبين كولر مدرب جديد، جايبين لعيبه امداد للنادي مش يعطلوا النادي. رامي ربيعه كفايه كده الاهلي، كفايه كده في الاهلي. ياسر ابراهيم برضه مش قادر الوم عليه لان هو بيلعب ماتشات كتير وتوتر اعصاب وحاجه تقرف. وعبد المنعم النهارده غلط غلطه ما ينفعش تحصل منه اصلا. ده انت راجل لعبت، كنت بتلعب منتخب مصر وبتلعب قدام فرقه تقيله، بس غصب عنه غصب عنه. برافو بيرسي تاو، بصراحه بيرسي تاو انت حبيب الاهلاويه. وعلي معلول اللعيبه اللي بتلعب بجد للنادي الاهلي. للاسف احنا غايب عننا الروح، للاسف الروح غايبه عن اللعيبه. والشناوي قائد شخصيته مهزوزه شويه في النادي الاهلي، ما ينفعش يكون قائد للنادي الاهلي. ما عندناش قائد في الملعب للنادي الاهلي زي حسام غالي، زي ابو تريكه، الناس اللي كانت قلبها على النادي بيلعب بقلب. اظن رسالتنا وصلت، وكتر خيركم على الخمسه التانيه اللي فضحتونا بيها بصراحه. وبرضه اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.